ميسي لعب اكتر من 1000 ماتش طول حياته، جاب فيهم اكتر من 800 جول، عمل اكتر من 360 اسيست. تخيل بقى ان واحد من اهم الماتشات اللي في تاريخ ميسي كان ماتش الارجنتين والسعوديه. صفر 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 صفر. في ماتش الارجنتين والسعوديه في كاس العالم حصلت حاجه غريبه قوي مع ميسي. علي البليهي في لحظه مثيره للجدل راح لميسي بعد جول السعوديه الثاني وقعد يستفزه ويزعق فيه، وقال له لو لعبنا 3 أو 4 ماتشات برضه مستحيل انك تكسبنا. ميسي واحد من اعظم واحرف اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره، ومن زمان كل الفرق بتنزل هدفها الوحيد انهم يخرجوا ميسي من الماتش ويستفزوه، لان حرفيا الحل الوحيد عشان تكسب الماتش ببساطه انك توقف ميسي. بس لو انت هتعتمد على فكره ان مدافع او 2 أو 3 أو حتى 5 يمسكوا ميسي عشان يوقفوه، برضه مش هتجيب معاه نتيجه وهيعديهم كلهم عادي. ففي الغالب بيبقى الحل بعيد شويه عن الكوره والتكتيك شويه، يعني دوس برجلك على ايده وحاول تعوره. بالفعل من غير ما نشوف الاسم بيبي. وانت معاه في اي التحام بالكوره روح اضربه. ميسي ما ضربش، ميسي ما ضربش، لا يستحق الطرد بالفوت. ممكن وانت بتديله الكوره تسوحه. تغيير يتم. الموضوع ده خلى معظم الفرق واللعيبه تاخد بالها منه. عايز توقف ميسي اقعد استفز فيه، فكان الاستفزاز عالي عليه جدا وبافوره، وده بسبب ان ميسي اصلا شخص هادي ومش بتاع مشاكل. لكن المشكله ان الموضوع كان بيقلب ضدهم تماما في اوقات كتير. واحد من اشهر الماتشات اللي حصل فيها كده كان مارسيلو لما عور ميسي، وكان في مره في التحام مع ميسي قام وهو ناطط كده ضربه بالكوع في وشه. ده غير بقى كميه الضرب والتلطيش اللي اخدها في باقي الماتش. ميسي بعد الموقف ده حرفيا كان مموت نفسه في الملعب عشان يكسب، وفي اخر دقيقه خلص الماتش. وزي ما قلت لك ان ميسي مش بتاع شو قوي وهادي، لكن في الماتش ده بالذات قلع التيشيرت وراح رفعه في وش جمهور الريال. مارسيلو اللي ضرب ميسي في الماتش وعوره حكى بعدها في بودكاست انهم بعد الماتش ده بقوا بيتفقوا مع بعض انهم ما يستفزوش ميسي تاني، عشان لما بيستفزوه وبيضربوه بيتجنن وبيقرفهم اكتر طول الماتش. A gente sempre falava lá, quando tu deixa ele do jeito que tá, porque se tu for dar uma porrada, for fazer aí tu vai atiçar o cara, aí começa. ولما اتسأل عن الماتش اللي ميسي رفع فيه التيشيرت قال ان الماتش ده كان جحيم بالنسبه له. Nada, porra, na merda sempre tava lá. طبعا المفروض بعد كل اللي انا حكيته لك ده اقول لك ان ميسي لما بيليه ضربه قام بقى وقام راح جايب له 3 4 تجوان ومخلص الماتش. بس لا يعني عادي، ميسي ما عملش حاجه والسعوديه فعلا كسبت الارجنتين وخسروا عادي. ومش بس كده، شفت بقى كل الاستفزازات والمواقف اللي انا قلت لك من شويه دي، ده كله كان لعب عيال عشان التريقه والاستفزاز ما بقتش من 1 أو 2 أو حتى فرقه كامله. ميسي بعد الماتش ده اتعرض لاكتر تريقه وسف ممكن يكون اخدها طول حياته. ميسي kick him out World Cup. في اول الفيديو قلت لك ان ماتش السعوديه كان واحد من اهم الماتشات في تاريخ ميسي، عشان ميسي بعد لما خسر الماتش ده واخد التريقه دي كلها، ميسي وزمايله في المنتخب اخدوا الموضوع بشكل شخصي، وكانوا دايما بيدافعوا عن ميسي طول البطوله. وكان طلع افيه كده ان ميسي ضد اللمس، عشان اي حد كان بيخش عليه بغشامه كان زمايله بيروحوا يضربوه. تركيز ميسي كان واضح جدا طول البطوله دي. ميسي كان بيموت نفسه طول كاس العالم، وفضل محافظ على الروح والهدوء ده في كل الماتشات، وكان الرد بتاعه في الاخر انه خد كاس العالم. تمام، بعد ما فيديو كورنر الاخير عجبكم، اللي بالمناسبه واحد من اكتر الفيديوهات اللي انا متاكد ان انت لو شفتها مش هتنساها، كذا حد قال لي اعمل فيديو بقى لحبيب، فقلت تمام يلا بينا. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل دي عشان هتفيدك جدا. وتعالى نتكلم بقى عن اكتر حاجه حرفيا بتميز حبيب، مش بس عن اي فايتر في اليو اف سي، لا عن اي رياضي موجود في العالم. والحاجه دي لو مش عندك صدقني هتكون خسران جدا، عشان هي كنز اللي بيعرف يستغلها صح، السيطره على العاطفه. تخيل معايا ان حبيب على مدار مسيرته لمده 12 سنه مفيش تقريبا ماتش دخله من غير ما حد يستفز فيه. وبالرغم ان حبيب كان واحد من ضمن اهدافه اصلا في اللعبه انه يغير فكره الشتيمه والاستفزاز، I told you before guys, I wanna change this game. وان هو كان شايف ان اللعبه دي اصلا مبنيه على الاحترام. This is respect sport. This is not trash talking sport. لكن في لعبه زي دي مفيش الكلام ده. اقرب مثال للموضوع ده توني فيرجسون مثلا، لما كان بيلعب حبيب قعد يشتمه بامه كتير قوي، ودي من اكتر الحاجات اللي حبيب بيتضايق منها اساسا.
وكمان قعد يقول له انت ما تعرفش تتخانق، بالذات لو انا وانت نزلنا خناقه في الشارع. He's never been in a street fight. وهنا كان يقصد يعني ان هو لو قابله بره الرياضه هيضربه، لان حبيب مش بتاع شارع. In street fight, I can eat you. You understand? Who are you? I can eat you in street fight. وخد عندك بقى كميه حاجات زي دي. انا عايز اقول لك ان توني وحبيب عندهم مؤتمرين زي ده، وكمان الماتش ما بينهم اتاجل 5 مرات. تخيل بقى باقي الفايترز اللي حبيب لعب معاهم الموضوع كان عامل ازاي. بس عارف السؤال اللي انا مستغربه ايه؟ ازاي حبيب اللي امه اتشتمت وابوه ومراته وفريقه وبلده كلها، والاكبر من كل ده ان التريقه كمان وصلت للدين، مفيش ولا واحد من اللي قعدوا يتريقوا عليه ويشتموه دول عرف يكسبوا ماتش واحد. وحرفيا حبيب طول مسيرته مفيش مره حد عرف ينزل منه نقطه دم واحده. فكرة الاستفزاز أو التنمر بتعتمد على حاجة أساسية في علم النفس، وهي السيطرة على استجابتك العاطفية. بنسبة كبيرة لازم هتكون قابلت في مرة الشخص الرخم اللي بيكون غرضه الوحيد إن هو يستفزك أو يضايقك. الشخص المستفز بيبقى عايزك تخرج عن تركيزك لمصلحة شخصية معينة هو عايزها، سواء كانت في شغل أو رياضة أو حياتك اليومية. وفي حياة حبيب كان الشخص الرخم ده كونر ماجريجور. كونر ماجريجور ممكن يكون اكتر واحد رياضي بيعرف يستغل الموضوع ده. في الفيديو اللي انا نزلته عنه كنت شرحت قد ايه كونر بيستغل النقطه دي في ان هو يكسب ماتشات كتيره وكبيره من غير مجهود اصلا، وفعلا الموضوع ده بنسبه 90% بيمشي معاه. طبعا كونر حاول يستخدم كل اساليب الاستفزاز اللي يعرفها مع حبيب، بس ما كانش يعرف ان حبيب هو الريفرنس اللي الناس تشوفه عشان يتعلموا منه ازاي يردوا على الناس اللي زيه. طبعا انت متخيل ان حبيب وكونر من زمان هما بيكرهوا بعض، بس على عكس المتوقع ان حبيب وكونر ما كانش في ما بينهم مشاكل اصلا. حبيب في بدايته كان بيحب كونر، وكان في ماتش ليه كان واقف بيصوره، وعلى تويتر كان كل واحد فيهم بيرسبكت التاني. يعني حبيب كان طلب من كونر ان هو يقابله عشان ياخد منه تيشيرت، وساعتها كونر كان مرحب جدا بالموضوع وقال له اول لما اجي عندك هنتقابل، وكان في ما بينهم الصوره المشهوره دي. تفتكر بقى ايه اللي قلب الدنيا من احترام متبادل لعداوه بتعتبر الاشهر في تاريخ الرياضه؟ حبيب كان في بدايه البرايم بتاعته، واتسال عن ايه رايه عن اللي ممكن يحصل لو هو كونر لعبوا ماتش، ورده كان واقعي، يعني ان هو طبيعي. قال انا لو لعبته هكسبه. I like Conor McGregor but he come on 55 for me it's mission. في الفترة دي بقى كونر كانت شهرته عالية جدا، وحرفيا ما كانش في حد عارف يسد قدامه. وكان في المقابلة والمذيع سأله سؤال عن حبيب، والمذيع بيسأله قال له صاحبك حبيب. ساعتها كونر ساب السؤال خالص ومسك في كلمة صاحبك دي. My buddy Khabib. There's no friends in this game. Business has no friends. ومع مرور الوقت والحوارات حبيب قابل كونر وقعد يقول له انا هكسر وشك لو لعبتك، وكونر برضه قال له انا هكسبك والكلام ده. يعني في المشهد ده طبعا اللي ظهر قدام الناس بقى ان حبيب هو اللي بدأ العداوه مع كونر، بس حبيب مش شخص بتاع حوارات اصلا. لكن المشكله بقى ان كان في ظلم كبير قوي من اليو اف سي. كونر في الوقت ده كان اكتر واحد مشهور في اليو اف سي، وتقريبا كسبان كل المنافسين اللي في الوزن بتاعه، وعنده سحر كده انه يخلي الجمهور يتاثر بيه ويتفرج على الماتشات بتاعته. وده طبعا كان عامل زياده في المشاهدات بشكل خرافي، وزياده المشاهدات يعني فلوس اكتر. فده من الاخر خلى الاتحاد دايما يديله فرص سهله عشان يتخطى اي حد في الدور عشان يلعب بقى الماتشات الكبيره ويجيب لهم فلوس اكتر. بس على الناحيه الثانيه في واحد اسمه حبيب قوي جدا ومحدش بيقدر يهزمه، قاعد مستني فرصه عشان ياخد بطولات ويلعب ماتشات كبيره. بس الاتحاد شايف ان حبيب مش ده، لا يعني مش هيعمل نفس الشهره اللي بيعملها كونر، فاسحب منه بقى كل الفرص واديها لكونر. وده طبعا كان ظلم كبير قوي لحبيب، لان اساسا في الوقت ده كان في ناس بتعتبره اقوى من كونر اساسا. الموضوع ده خلى حبيب متضايق واتكلم في الموضوع ده كذا مره، لدرجه انه احرج مذيع قبل كده. وفي مره تانية قال له ليه كله بيقلل من انجازاتي، ومهما كسبت تقول له لا مش كفايه، ده انت لازم تكسب كذا وكذا. UFC sent me 2 contract and you never talk about this. Why? لدرجه ان حبيب وصل انه قال انا بس عايزكم تحترموني مش اكتر. Give me just respect because I think I deserve this. بعد فتره بقى من الحوارات دي الاتحاد بدا يدي فرصه لحبيب، وحبيب كان حرفيا بيخش اي ماتش يكسبه. كونر بدا يحس بالغيره هو والفريق بتاعه، وفي مره كان حبيب هيلعب على بطوله قدام فايتر تاني، فطلع واحد من فريق كونر قعد يقول كلام سخيف عن حبيب ووصفه بان هو جبان وانه ما يستحقش يكون بطل. حبيب في الوقت ده قرر ان هو ما يسيبش حد يتكلم عليه تاني، وراح ومسك الواد اللي في فريق كونر وقعد يقول له انت ليه بتتكلم عني كده، وكان بيتخانق معاه، والكلام شد ما بينهم وانتهى بان حبيب ضربه بالقلم. ساعتها الموضوع وصل لكونر، وهنا كونر قرر ان هو يتدخل بنفسه في الموضوع، وقرر يجيب مجموعه كبيره من صحابه وقاموا رايحين على المؤتمر الصحفي اللي فيه حبيب، وقعدوا يكسروا في الباص بتاع حبيب ويرموا عليه حاجات. ساعتها الموضوع وصل ان في واحد من صحاب حبيب الازاز دخل في دماغه، والمشكله دي كبرت قوي لدرجه ان كونر ساعتها اتقبض عليه. حبيب في الوقت ده فضل ثابت مكانه، ما خلاش اي استفزازات من كونر تاثر عليه، وقعد يقول له كلام بما معناه لو عايز تضربني او يعني تواجهني تعال الحلبه، مش تيجي تعمل نمره وتجري. If you wanna find me please
Just send me location. شفت بقى كل اللي انا قلته لك ده ممكن نقول ان هو ولا حاجه من اللي جاي قدام. بص بقى حبيب استحمل استفزازات لحد فين. كونر قعد يقول له ان هو لو كان خرج من الباص ساعتها كان هيعذبه من الضرب، I'm gonna put him back to box. ودي كانت اقل حاجه. والموضوع ما وقفش لغايه هنا. حبيب كان بيتجوز ونزل صور من فرحه، وكونر ساعتها خد الصور دي ونزلها عنده على تويتر، وقال على مراته ان هي شبه المنشفه، وقال على ابوه ان هو جبان، وكمان شتم بلده. وفي المؤتمر الصحفي ما بينهم قعد يعزم عليه بالخمره، I don't drink. I never drink. ولما حبيب رفض قال عليه متخلف ورجعي. I never drink. معلش بقى ثانيه واحده هسألك سؤال، لو انت اللي كان حصل معاك كل ده كنت عملت ايه؟ تخيل بقى ان كل ده حبيب سكت عليه، وكان كلامه ورده كله على انه هيكسبه وهيذله في الماتش. I stay relaxed. I don't feel nothing. 6 October. عايز اقول لك ان من كتر حبيب ما كانش بيتعصب ومحافظ على تركيزه، وما كانش بيدي كونر اللي هو عايزه، لان كونر في الوقت ده كان بيلعب عليه العاب نفسيه كبيره قوي عشان يكسبه. المضحك في الموضوع ان كونر هو اللي اتغاظ من حبيب ويحاول يستفزه اكتر ويقول له بعد كل اللي انا عملته فيك ده ايه ردك؟ وبرضه حبيب ما ردش عليه وسابه يهري مع نفسه. What are you gonna do about that? He's had disrespecting you. Do something then I just shut your mouth. وساعتها حبيب ما كانش على بقه غير كلمه واحده: الحمد لله. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. 6 أكتوبر 2018 حصلت المعركة اللي العالم كله كان مستنيها. الأجواء كانت مولعة. كونر دخل الحلبة كالعادة بيحاول يستفز حبيب، لكن حبيب ما بصش عليه ولا اداله اهتمام اصلا. ولما الماتش بدأ كونر معروف ان هو ايده الشمال لو وصلت لوش اي حد يعني خلاص شكرا، زي ما حصل مع الدو كده. كونر في اول 15 ثانية بقى كان بيحاول يعمل مع حبيب نفس الخطة اللي عملها مع الدو، يحاول يسوحه بايده اليمين عشان يديله الضربة من ايده الشمال. حبيب من بدري قفش الخطة دي وكان بيلعب معاه لعب ارضي، عشان حبيب تقريبا اقوى واحد في اليو اف سي بيلعب ارضي. بس عموما ما كانش ده الغريب قوي بالنسبة لي. الغريب في الموضوع ان الدنيا بقى اتغيرت تماما. كونر تقريبا طول الماتش ما قالش ولا كلمه، وحبيب هو اللي كان عمال يتكلم ويتريق عليه. حبيب فعليا كان مسيطر في اغلب الوقت في الماتش، وكان كل شويه يقول له يلا نتكلم وريني بقى. وقال كذا مره لرئيس اليو اف سي انا هدمر العائل بتاعك، عشان زي ما قلت لك من شويه ان اليو اف سي كانت دايما بتظبط كونر. وطبعا بعد ما حبيب عمل مع كونر الواجب الماتش خلص على كده. بعد الفوز حبيب انفجر من الغضب بسبب كل الاهانات اللي سمعها، وقرر ان هو يطلع كل ده بقى، وراح نط من الحلبة عشان يضرب فريق كونر اللي كانوا قاعدين بره. بدأت خناقة كبيرة قوي ساعتها، والجمهور اتجنن والحلبة اتحولت لفوضى حرفيا. فكرة ان انا في اول الفيديو خدت لك ميسي كريفرنس ما كانتش صدفة، عشان تقريبا حبيب وميسي عندهم نفس القصة بس بشكل مختلف. هما الاتنين مش بتوع حوارات وكلام وشو، بس انت لما بتيجي عليهم ردهم بيزعل. حبيب لما كونر قاعد يستفز فيه ويضايقه الفترة دي كلها، كونر ما كانش فاهم ان هو كده بيخليه يركز اكتر ويخلي الموضوع شخصي اكتر، فكانت النتيجة اللي حصلت دي. حبيب كان في مقابلة بعدها وقال ان هو لما دخل الماتش حس من نظرات كونر ليه ان هو بيقول له فكك يعني يا حبيب، ده كان بيزنس وشو عشان نعلي الاثارة والمشاهدات مش اكتر. I was talk with him like crazy and he give back to me like hey it's only business. بس طبعا حبيب ما كانش واخد الموضوع كده، وما كانش فاهم ان كونر كل ده مش فارقه معاه اصلا. And I was preparing for these things. عشان كده استغرب ان كونر استسلم بكل سهوله، وكان شايف ان كونر المفروض يستحمل لغايه لما يغمى عليه او رقبته تتكسر مثلا. How you can tap go sleep. انت متخيل حبيب كان داخل الماتش مشحون قد ايه؟ يعني حرفيا هو داخل يا يموت يا يكسب، مفيش فكره ان هو يستسلم دي. عشان كده لما لقى كونر استسلم بسهوله كده ما حسش ان هو خد الدوبامين الكفايه اللي يعوضه عن كل اللي حصل قبل كده، فقام رايح ونطت على فريق كونر. And he tapped and I was like okay it's not enough I need something. مش كل معركه لازم تخوضها، اوقات تجاهل الاستفزاز والتركيز على هدفك هو اكبر رد على اي شخص بيحاول يخرجك عن تركيزك. وانا هنا مش بقولك انك تبقى ملطشه يعني وان اي حد يشتمك تسيبه، اللي انا بقوله انك لازم تفرق ما بين الشخص اللي جاي يتخانق معاك بجد لسبب معين وبيضربك، والشخص اللي اصلا انت مش فارق معاه في حاجه، هو بس عايز يأذيك لسبب معين او مصلحه شخصيه، او حتى يوقفك عن اي حاجه في مصلحتك، بس هو بيحاول يعمل ده بشكل غير مباشر لانه اضعف منك، فبيكون عايزك انت اللي تفشل نفسك او تفقد تركيزك. فصدقني ساعتها لو اخدت اي رد فعل غير انك ما تديلوش اهتمام وتسيبه يهري كده مع نفسه، وركزت معاه وسبت اللي انت بتعمله، هتخسر جامد. زي ما ميسي رد بابتسامه وحافظ على هدوءه وفضل مركز لغايه لما اخد كاس العالم في الاخر، كان ممكن ياخد رد فعل مع علي البليهي وساعتها كان هياخد حقه فعلا، بس كان هياخد طرد وساعتها مش هيلعب ماتش المكسيك اللي بعده.
اللي جاب فيه جول وعمل اسيست. ساعتها ما كانش كل ده هيحصل، وكان ممكن يخسروا كاس العالم اصلا ويخرجوا من بدري. وكان عشان يرد على واحد استفزه خسر بطوله في لعيبه بتحلم بس انها تلعب فيها. حبيب لو ما كانش كمل تركيزه وخلى افعاله هي اللي تتكلم عنه، كان بنسبه كبيره كونر هينزل يخلص الماتش في اول جوله، زي بالظبط لما كونر عملها مع والدو قبل كده. والدو ده كان واحد من اقوى الفايترز، وبسبب استفزاز كونر ليه كان تركيزه زيرو ونزل خسر الماتش في اول 13 ثانيه. بس كده، اتمنى يكون الفيديو ده عجبك. لو عجبك هستنى رايك في الكومنتات بجد، او خش ابعت لي على الانستجرام ونبقى اصحاب، او تقول لي على فكره فيديو معينه عايزني اتكلم عنها مثلا. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان بجد بقى المره دي انا هنزل على طول بانتظام يعني. بس كده، كان معاكم عبد الله لالا، سلام.